بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم أحبابي في الله، طبتم وطاب نهاركم وأسعد يومكم بالخير واليمن والبركات. إن شاء الله تكون جميعكم بألف خير وصحة وعافية وسلام وأمان إن شاء الله تعالى. معنا أحباب في الله كما عودناكم وجمعنا لكم وتواترت عندنا بعض الرؤى الجميلة المبشرة الخاصة بإمامنا وسيدنا وقائدنا وحبيبنا الإمام المهدي المنتظر عليه السلام، وقرب إصلاحه وبيعته وفرج الأمة الإسلامية به إن شاء الله تعالى. نبدأ على بركة الله مع الرؤى، والرؤية الأولى بعنوان المهدي عليه السلام والسيدة فاطمة وسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول الرائي: رأيت أنني وكانت ظاهرة يكون في القمر فيها من أقرب نقطة في الأرض، ويكون حجمه أكبر بنسبة 13%، وكانت ليلة 10 من أغسطس. رأيت أن القمر كان بدرا كاملا ودخل من شباك غرفتي، وكان أمامي وأنا مستلق على السرير. ثم حدث أن بدأت أصور تظهر في القمر، وهي حسب ترتيبها صورة المهدي عليه السلام، ثم صورة السيدة فاطمة عليه السلام، ثم صورة سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم صورة رأس نسر قوي، وبدأت تتغير هذه الصور تباعا. الغريب في وجه المهدي أنه كان غاضبا جدا. ثم انتقل المشهد إلى شيء آخر، فرأيت فارسا قويا جدا يلبس ملابس حربية ويركب عربة تجرها 3 خيول أشداء جدا، وكانت هذه العربة تشبه العربة الشاهرة بتاعك ملوك الفراعنة، وكان هذا الفارس يجري بسرعة 120 كم في الساعة. أنا تذكرت هذه الرؤيا، وكان أمام فارس آخر يركب على حصان، وكان هو ممثل نصراني يدعى بول ووكر، وتوفي هذا الممثل في الحقيقة، وكان شعره لونا وأصفر وعيناه زرقاء اللون تقريبا. أما تأويل الرؤيا، وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الرؤيا تدل على أن الإمام المهدي عليه السلام خروجه قريب بحول الله تعالى، وأنه سيبين الدين إن شاء الله عز وجل ويوضحه غضا طريا كما جاء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك معنا رؤية أخرى، الرؤية بعنوان القمر كامل والناس يرونه ناقصا. يقول الرأي: حلمت أني أرى القمر كاملا والناس يرونه ناقصا، وقالوا لا ترينه بشكل صحيح، انظروا إليه من جميع الزوايا. وعندما اقتربت وكان زوجي قريبا منه رأيته فعلا كاملا من كل الزوايا، وقلت للناس تأكدت أن كلامي صحيح، وانتهت الرؤيا. أما تأويلها إخباري للناس، فإننا في عهد المهدي وجميع العلامات ظهرت، ولكن الناس لا تميز ذلك، فقد أضلهم الطريق. كذلك معنا رؤية أخرى، رؤية بعنوان محمد صلى الله عليه وسلم موجود في هذا الزمان. يقول الرأي: أنا تحلمت أني شفت الرسول بس مو وجه لوجه، لقيت صورته بس هو كان موجود في هذا الزمان الذي كنت أنا موجود فيه، وشفت حفصة زوجته. ما معنى هذا الحلم؟ وانتهت. أما تأويلها تخص الرأي، لكن المبشر بها أننا في زمن المهدي عليه السلام. كذلك معنا رؤية أخرى جميلة، والرؤية بعنوان وليمة سادة أهل الجنة. يقول الرأي: رأيت أننا في الجنة معزومين على الغداء في بيت الحسن بن علي رضي الله عنهما في الجنة، والحسن عليه السلام جالس على سرير مصنوع من جريد النخل، ويتكئ بظهره إلى نخلة، والسرير موضوع بصورة عرضية، وأنا أجلس في مقعد صغير ليس له ظهر، ويرتفع على الأرض 40 سنتيمتر أمامه مباشرة، وعلى يساره يجلس علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وإلى يمينه يجلس الحسين بن علي رضي الله عنه، وكنا نتحدث كأسرة واحدة. والحسن رضي الله عنه كان يزفر زفرة راحة بعد عناء وتعب، ويقول موجها حديثه للحسين رضي الله عنه: الحمد لله الذي أبدلنا دارا خيرا من دارنا، حيث نتنعم ونذق الراحة بعد عناء الدنيا وتعبها. ثم سكت وقال موجها حديثه لي الرسول صلى الله عليه وسلم:
كفى ذريته شر السحر بأن أخذ جرعة السحر عنهم، وأنا كفيت ذريتي شر جرعة السم. وانتهت الرؤيا. أما تأويلها فالرؤيا تبين الابتلاءات والأسحار للمهدي عليه السلام وآل البيت، وأن الله عز وجل سيبدلهم خيرا بعدما ذاقوا شر ذلك. كذلك معنا رؤية أخرى، الرؤية بعنوان المهدي الحديدي. يقول الرائي: لقد رأيت أني أنظر إلى السماء فرأيت جسم رجل ضخم جدا وعملاق يطير بالسماء، ولكن ثابت لا يتحرك، يرتدي ملابس حديدية صلبة جدا من رأسه حتى أخمص قدميه. لم أرى نفسها في حياتي، حتى لونها لم أرى نفسه، وأنا في بالي أنه المهدي، فانتظرت أن يتحرك، ثم رأيت أنه داخل سيارة حديدية في السماء أضخم منه في نفس مكانه، ولا توجد سيارة حقيقية نفسها في الواقع. ومن ثم تحركت السيارة بهدوء مقبلة إلي، ونزلت إلى الأرض بهدوء، واستبشرت بها خيرا، لأنني أعلم أن بنزوله إلى الأرض سينقذ العالم. وانتهت الرؤيا. أما تأويلها مبشرة بقرب ظهور الإمام المهدي عليه السلام والقوة التي سيهبها الله عز وجل له. كذلك معنا رؤية أخرى، الرؤية بعنوان رسول الله والسفينة. يقول الرائي: حلمت أني أجلس في غرفة مطلة على شاطئ بحر، كان هناك سفينة أمام النافذة شبه مكسورة، وكان في هذه السفينة على سطحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت السفينة تهتز والسبب يرجع. الرؤيا مكررة. ننتقل إلى رؤيا أخرى، والرؤيا بعنوان سيحكم بعدد مآذنه. يقول الرائي: السلام عليكم، رأيت فيما يرى النائم أنني أنظر للحرم النبوي الشريف، وكان على مرتفع من الأرض، وقد أحيط بسور سميك من الرخام الأبيض، وسمعت صوتا يقول: سيحكم بعدد مآذنه، ولذلك طلب سيدنا عثمان تطويل مئذنته. وانتهت الرؤيا. أما تأويلها: إن صدقت الرؤيا فإن سنوات حكم المهدي عليه السلام قد أزفت، ولم يبقى إلا القليل لخروجه بحول الله تعالى، وسيؤذن له. كذلك معنا رؤية أخرى جميلة، والرؤية بعنوان شاشة كمبيوتر عليها: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. يقول الرأي: شاهدت أماما شخصا يشتكي من هم أو ظلم أو ربما هو ابتلاء، وكان يقول: حسبي الله ونعم الوكيل. وخاطبني هاتف كعادة رؤيا عن المهدي، وقال: هذا هو المهدي. وكان المهدي يجلس أمام ما يشبه شاشة كمبيوتر مسطحة، وكانت تظهر أمامه أحداث مختلفة، كأنه يتابع الأخبار الخاصة وأحداث العنف والقتل. وفجأة ظهرت أمام المهدي بعض آيات من القرآن الكريم، ورأيت مكتوبا أمامه قول الله سبحانه وتعالى: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وقع في نفسي أن هذه الآيات أرسلت إلى شخص المهدي بسبب شكوته، وبسبب قوله: حسبي الله ونعم الوكيل. وهذه الآية خصيصا كان مسلط عليها نور أبيض، أو كأنها تشع نور أبيض، وباقي الشاشة كأنها غير مرئية وعليها غيوم. وانتهت الرؤيا. أما تأويلها فهي على ظاهرها: فاللهم انصر عبدك المهدي. كذلك معنا رؤية أخرى جميلة، والرؤية بعنوان المهدي عليه السلام يصعد إلى السماء بسرعة. يقول الرأي: نمت بعد الفجر ثم رأيت هذه الرؤيا، رأيت المهدي عليه السلام صعد إلى السماء بطريقة خاطفة وسريعة، وأنا تعجبت في الحلم كيف وصل بهذه السرعة، فقلت: سبحان الله، إن الله قادر على كل شيء. وكان الوقت في منتصف الليل، وسجد تحت عرش الرحمن جل جلاله، ثم نزل من السماء، وسمعته يردد وهو نازل من السماء ويقول: أحبك يا ربي، أحبك يا الله، كررها كثيرا. ثم استيقظت من النوم، ولم أرى في كل حياتي شيئا أجمل مما رأيت. وانتهت الرؤيا. أما تأويلها: نسأل الله أن تكون على ظاهرها ومبشرة للمسلمين بحول الله تعالى. أما الرؤيا الأخيرة أحبابي في الله، وهي رؤيا جميلة، ورؤيا بعنوان ملكين نازلين من السماء، وأمسك بيد الرسول وكأنهم يهربوه. يقول الرائي: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، رأيت ملكين نازلين من السماء، وكان بالنهار، وكل ملك أمسك يدا من يد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأخذوا يجروه وكأنهم يهربوه من شيء لا أعلم. وكان النبي أبيضا، وشعره سديد السواد، ثقيل وناعم وعيناه. وانتهت الرؤيا. أما تأويلها: الرؤيا تبين حفظ الله عز وجل للمهدي عليه السلام، وأنه أرسل ملائكة تقوم بذلك بحول الله تعالى. هذا أحبابي في الله مجمل ما جاء في الرؤيا. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.